كان ممكن تكون قصة عادية، بنت بتحب ولد بتتعلق بيه وتديله قلبها، بس عمرها ما كانت هتتخيل اللي هيحصل لها بعد كده، لأن في لحظة واحدة كل حاجة اتقلبت. قلبها انكسر، لكن ما اتكسرش أملها. خسرت أغلى شخص، بس كسبت أغلى عوض. ليه؟ عشان اتمسكت بحبل من نور. الحبل ده فيه ربنا ثم الصلاة الإبراهيمية. قصة النهاردة اتبعتت لي من شوية وحبيت اللي أنا أقولها في ساعتها، عشان هي ما كانتش مجرد تجربة، دي معجزة حصلت في وسط وجع حقيقي. حولت بنت من رماد تقريبا لملكة. فيلا نبدأ القصة على طول. البنت اسمها روان، بسيطة متعلمة مؤدبة ومحترمة، قلبها نضيف، بتحلم اللي هي تعيش قصة حب فيها أمان، قصة صادقة وفيها راحة واحتواء. قابلت ولد هنسميه يوسف، كان شاب على كلامها محترم، كلامه كويس، أسلوبه جذاب، كانت مرتاحة ليه من أول ما تقابله، وهي كانت حاسة بأمان. ابتدوا يتكلموا يوم واتنين، سنين، لغاية ما بقى كل حياتها. اتعلقت بيه بدرجة كبيرة جدا. يوسف مشكلته إنه ما كانش واضح، كان يقول لها أنا عايزك في حياتي وعايز أكمل معاكي، بس أنا مش جاهز أبدا دلوقتي، أو مش جاهز في العموم. هي كانت بتصدقه وبتصدق إن هو فعلا عنده ظروف. كانت دايما بتصلي وتدعي، دعواتها دايما ما كانتش كاملة، لأن هي كانت بتقول أنا عايزاه حتى لو هو مش خير ليا. مرت سنين وفجأة يوسف اختفى بدون وداع ولا تفسير ولا حتى اعتذر لها. طبعا هي انهارت ومش فاهمة ايه اللي حصل. دخلت في اكتئاب، قعدت تعيط، قعدت تسجد، اتكسرت حرفيا. كان كل اللي في دماغها ساعتها ايه السبب وليه حصل كده. في ليلة كانت بتعيط زي كل ليلة، جات لها رسالة من واحدة صاحبتها، فيديو عن الصلاة الإبراهيمية. روان ما كانتش فاهمة قوي يعني ايه تقول حاجة 100 مرة والمفروض اللي هي تتحقق، بس في الليلة دي هي قررت تجرب. قعدت على السجادة وفضلت تقول الصلاة الإبراهيمية. قالت لي كانت بتقولها وهي بتعيط، ونامت من غير ما تاخد بالها. صحيت لقيتها قالتها تقريبا أكتر من 100 مرة، بس صحيت وهي مرتاحة. بتقولي كان في حاجة غريبة جدا، كأنها نسيت الحمل، كأن الحمل ده ما حصلش. قعدت تقولها 3 أيام 7 أيام. بعد كده ظهر لها مرة واحدة يوسف على الفيسبوك، بس ظهر لها وهو خاطب. بتقولي أنا كنت ممكن أنهار، بس المرة دي ما عملتش أي حاجة. ابتسمت وقالت شكرا يا رب إنك كشفتهولي. حست ساعتها بنور غريب جواها، حست إن ربنا بيحضن قلبها من جوه. كانت بتقطع في الصلاة، ابتدت على طول تصلي، تقرا قرآن، تدعي، تقول يا رب ارزقني خير ما أتمنى وخير ما لا أتوقع. بتقولي بعد 40 يوم تقريبا من الالتزام حصلت لي معجزة. باب رزق اتفتح قدامها، شغل كانت بتدور عليه، وفي الشغل ده قابلت ناس كتير قوي محترمة، منهم شاب دخل حياتها وكان أهم حاجة إن هو صادق في كلامه. تعارفهم كان تقريبا صدفة في الشغل. كل كلمة كان بيقولها كانت هي بتتمنى تسمعها من سنين، بس المرة دي هو كان واضح وصريح، وكان جدي فعلا ما بيضحكش عليها. وهي برضو اتغيرت، بتقولي بقيت أقوى وأذكى، والأهم إن هو كان عارف قيمتها من أول لحظة. بعد 3 شهور تقريبا راح تقدم لها رسمي، اتجوزوا وعاشوا حياة طبيعية ما كانتش مثالية، بس كانت مبنية على نور وعلى صدق. روان لغاية دلوقتي ما نسيتش وجعها، بس عرفت إن ده كان لازم يحصل عشان ربنا بعديها يرزقها بالعوض. عرفت إن الصلاة الإبراهيمية مش بس بتجيب الخير،
دي كمان بتكشف الشر، تنضف القلب وتحطك على طريق عمرك ما كنتِ تتخيليه. لو أنتِ موجوعة مش لازم تنسي أبدًا، بس لازم تتعلمي وتسلمي كل أمورِك لربنا. قوليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوليها وافتكري دايمًا إن في لحظة ربنا ممكن يقلب أقدار حياتِك 180 درجة، ويمكن دي اللحظة اللي أنتِ بتسمعيني فيها دلوقتي. لو حسيتِ إن القصة دي شبهِك أو شبه حد بتحبيه، ابعتيها وانوي له الخير، وسيبوا الصلاة الإبراهيمية بإذن ربنا تشتغل، لإن هي مش كلمات، دي مفاتيح أبواب السما.